بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي ليديز اند جنتلمان، وقائع عربيه محمد المنسي انديل. الحكايه بتاعت النهارده عن تونس. طوبى لك يا تونس. في عصر الخليفه العباسي عبد الله المهدي قرر ان هو يرسل كسوه الكعبه مرتين. كان في القصر بتاعه في بغداد، فجه التجار من كل مكان عرضوا عليه الالوان بتاعتهم والاقمشه بتاعتهم. وقعت عينه على قطعه متوسطه حرير مايله للزرقاء كده للزرقاء، فقال بتاعت منين دي؟ فرد عليه تاجر برضه مايل للسمره، قال له دي من مصر يا مولاي، من تونس. فرد قال فين تونس دي؟ قال له في شمال مصر على المتوسط. فأمر الخليفة قال له يقدر يعملوا الكسوة دي مرتين في السنة؟ قال له يقدروا، دول مولودين بموهبة فطرية. فقرر الخليفة على طول ان هو يبعت وفد سريع، وامر اشهر الوزراء بتوعه يعقوب ان هو يروح يكتشف تونس. فعلا مشي الركب في الصحراء طويلا لحد ما وصلوا لغزة، وانحدروا على الساحل الجنوبي لحد ما شافوا العريش والفرمة. وبعد كده لقوا بحيرة كبيرة، ركنوا الخيل بتاعتهم لان في الوقت دوت ما كانش فيه بترول. ركنوا الخيل بتاعتهم وركبوا مراكب الصيد اللي كانت بتعج المكان، مراكب صيد سمك. عدوا ونزلوا الجزيرة. أول ما وصلوا الجزيرة لقوا طفل صغير راكب حمار أبيض. قالوا له فين شيخ البلد؟ بلغ شيخ البلد، وجالهم شيخ البلد كان راجل ضخم وماسك عصاية في إيده، وفرح جدا وفهموه إن هم جايين يعملوا معاه صفقة، إن هو يورد كسوة الكعبة مرتين في السنة. فقال لهم طبعا ده شرف كبير لينا، وخدهم في طور بسيط كده جوه المدينة. وهم ماشيين لقوا سفن كبيرة، قال لهم السفن دي بتشيل فواكه وخضار، حتى الورد والمنسوجات بتاخدهم بتنزل بيهم على جبل لبنان وبلاد الشام وغزة. وبعد كده اتكلم وفرجهم على آلاف من النخل العالي اللي بيتخللوا شجر التوت. واتفرجوا وشافوا آلاف من الدود الملتوي اللي بيتغذى على شجر التوت، واللي هو بيعمل الخيوط الحريرية. وفرجهم ازاي ان هم بيبعدوا الفراشات بالبخار قبل ما الفراش يقطع خيوط الحرير. واتفرجوا على المناول الخشبية والتجار والمهار، وقالوا لهم ان في تجارة بتيجي من اوروبا. الساعة الآن 9 بتوقيت الغردقة. وفرجوهم على مراكب بتيجي من اليونان بتيجي تاخد منهم الحرير. عقدوا معاهم الصفقة، وفعلا تمت لحد فضلت 400 سنة تونس ترسل كسوة الكعبة للبيت الحرام. بعد كده جه كان في الوقت دوت العدو التقليدي للشرق الاوسط كان دايما بيجي من شعوب اسيا الوسطى زي التتار والمغول. لكن بقى في اعداء جدد بيجوا من اوروبا، زي ما في طريق التجار بتاع المراكب بيجي من اوروبا، وطريق الحجاج برضو اللي بيجوا في بيت المقدس يحجوا. كان الناحيه التانيه في برضو سفن كتيره بتيجي قراصنه، وزي ما حكيت لكم القراصنه اللي كانت بتيجي في فيديو قبل كده. كان برضو ابتدت اوروبا تتوجه للشرق الاوسط في الوقت ده. فامر صلاح الدين زي ما هو كان مغرم دايما ان هو يعمل قلاع عسكريه، وعمل القلعه العسكريه اللي موجوده في جبل المقطم في القاهره، عمل قلعه في تونس. طبعا ابتدى الجنود يجوا، وابتدى الاهالي يهربوا. في زمن السلطان ابن العادل امر انها تبقى منطقه عسكريه تماما، واتخربت كل المزارع اللي موجوده هناك والنسيج والمناول، وتحولت لمنطقه عسكريه. واختفت المدينه واختفى اسم تونس تقريبا، وبقت دلوقتي بحيره المنزله. دمتم في امان الله، تابعوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعه مباركه.